غرة الدهر أطلي ليلة القدر أطلي ضرة الأيام مثل الكوكب الدري أطلي في سماء العمر إشراقا مع البدر سلام أنت في الليل وحتى مطلع الفجر سلام يغمر الدنيا يغشي الكون بالطهر وينشر نفحة القرآن والإيمان والخير فيا رباه فارحمني فوزري من وزري لأنك أنت أمنيتي لأنك ليلة القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة القدر خير من 1000 شهر. سبحانه وتعالى الحبيب يحب من يحب على قدر قربه منه. سبحان الله. الإنسان كلما كان قريبا من الله كان ذلك دليلا على حبه لله. ليلة القدر من أكثر الليالي الذي يقترب العبد من ربه سبحانه وتعالى. جعلها في العشر الأواخر من رمضان وخاصة في الليالي الوترية كما جاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى كلنا بندور في السنة كلها على ليلة اسمها ليلة القدر في آخر 10 أيام. كل واحد فينا بيجتهد في هذه الأيام اجتهاد المحب لله سبحانه وتعالى حتى ننال عفوه ورضاه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يشرفني في هذه الفقرة فضيلة الشيخ الحبيب إلى قلبي ولكثير من السادة المشاهدين الشيخ محمود المصري. أهلا وسهلا بك شيخ. أهلا بك أستاذ محمد، ربنا يبارك فيك وكل عام وانتم بخير والمشاهدين جميعا يا رب بخير وربنا يغنمنا وإياك وإخواننا وأحبابنا في كل مكان ليلة القدر. اللهم آمين. ونسأل الله أن يقربنا إليه ويجعل هذه الليلة من الليالي المباركة التي نقبل فيها. آمين. آمين. شيخنا ليلة القدر على مر الأزمان والعصور نعم. الكل يبحث عنها. نعم. وكأنها جائزة. نعم. هل ليلة القدر نعم. هي فعلا صعب الحصول عليها أم سهل الحصول عليها؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. سبحان الله. الحقيقة أحيانا الإنسان بينشغل بالجزاء عن رب الجزاء سبحان الله. ولذلك من ضمن الأشياء الجميلة قوي سؤالين خطر على بالي وحضرتك بتتكلم دلوقتي في المقدمة الجميلة دي. قلت الله هي ليلة القدر في العشر الأواخر ولا في العشر الأوائل؟ صحيح. في العشر الأواخر. ليه ربنا جعلها في العشر الأواخر ما كان جعلها في العشر الأوائل؟ لأن إخلاص المخلصين ما يظهرش غير في النهاية. صحيح. اللي هي الخواتيم اللي النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. كان ممكن تكون في أول 10 فالناس تفوز بيها وبعد كده يسيبوا ايه يتكلوا. انما انت شغال في رمضان وبعدين في اخر الشهر ربنا يغنمك بالليله اللي هي ايه انت عمال طول الشهر شغال وتعبان شويه لكن مكمل لانك محب لله سبحانه وتعالى. دي نقطه. النقطه الثانيه المهمه قوي ان في ناس الحقيقه وده يمكن كنت بتكلم مع بعض أحبابنا ربنا يحفظهم في حتة أنت نفسك تفوز بليلة القدر. فكان إجابة كل واحد طبعا نفسك تفوز بليلة القدر ومين في الدنيا ما يتمناهاش، خصوصا أن المولى عز وجل لم يحدد جزاء ليلة القدر. دي من الأشياء المبهمات التي لا يعرف قدرها ولا يعرف أجرها لا نبي مرسل ولا ولي مقرب ولا ملك من الملائكة. مفيش حد يعرف أصلا أجرها لأن المولى عز وجل قال ليلة القدر ما قالش ب1000 شهر. خير. لفظ القرآن واضح. لو قال ب1000 شهر يبقى ب1000 شهر إنما قال خير من 1000 شهر. ففي ناس بتقول طبعا أنا طمعان في ليلة القدر لكن في ناس همتها أعلى من ليلة القدر. بيقول أنا على قد ما أنا أتمنى طبعا أفوز بليلة القدر بس هم الأكبر إن أنا أفوز برضوان
رب ليلة القدر. سبحان الله. لأنه لو رضي عني أيوه يعني هيفوزني بليلة القدر وهيكرمني بغير ليلة القدر وهيرضى عني في الدنيا وهيسعدني في الآخرة. صحيح. يمكن الكثير بيبحثوا كل شهر في شهر رمضان، كل سنة في شهر رمضان عن ليلة. نعم. متمنين ان هي تصدف زي ما بيقولوا بالبلدي كده معاهم ليلة واحدة بس. نعم. فهل يكفي الإنسان المسلم ليلة واحدة في عمره، ولا لازم كل سنة يكون مداوما على أن يتتبع هذه الليلة؟ والله هو المسلم مش بيتتبع كل سنة، ده المسلم حاله مع ربنا سبحانه وتعالى هو كل حياته ليلة قدر. صحيح. لأني أنا بعتبر ليلة القدر وإن كان في فعلا ليلة قدر حقيقية، إلا إني أنا بعتبر إن ليلة القدر الحقيقية هي اليوم اللي ربنا يرضى فيه عن العبد. لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لكعب بن مالك، كعب بن مالك اللي تخلف عن غزوة تبوك. صحيح. فلما النبي أمر باعتزاله هو وصاحبيه الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة 50 يوم، وبعدين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. المولى عز وجل كانت ليلة القدر على الثلاثة دولت ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولذلك النبي لما قابل كعب بن مالك قال له كلمة حلوة قوي، قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، مع أن منذ ولدته أمه مرت عليه ليالي قدر كثيرة. صحيح. لكن النبي يقول له ده خير يوم عليك. صحيح. اليوم اللي ربنا رضي فيه عنك واليوم اللي ربنا تاب فيه عليك. علشان كده بقول لكل مسلم احرص قوي قوي ان ربنا يرضى عنك، وربنا هو اللي هيوفقك. لو رضي عنك هيديك ليلة القدر. شيخنا ده بينقلني لشيء مهم جدا، ان ناس كثيرة بتعتقد ان هي تفضل طول السنة عايشين بالبلدي كده حياتهم ويجوا في اخر 10 ايام بس يجتهدوا اجتهاد شديد على اعتبار ان هي هذا كفى بها ونعمة. نعم. ويجي بقية السنة يقول لك انا خلاص الحمد لله ربنا وفقني في ال10 ايام دول وكفاية. هل تعتقد حضرتك ان المسلمين عندهم فهم خاطئ لإصابة ليلة القدر، خصوصا ان بيتوكلوا في باقي العام؟ انا عايز اقول حاجة، اللي بيمشي بالمنهج دوت في الغالب، وانا لا اضيق واسعا ولا احجر واسعا ولا اضيق رحمة المولى عز وجل، لكن عايز اقول اللي بيمشي بالمنطق ده في الغالب لا يوفق ليلة القدر. يعني ليلة القدر دي مكافأة للعاملين مع الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. أنا صاحب شركة أو حضرتك صاحب شركة، ففي واحد شغال معاك طول السنة بيخدم الشركة جدا، عامل كل ما يستطيع من أجل خدمة الشركة. صحيح. فبتيجي آخر السنة تقول له إيه؟ دي مكافأة. أيوه. مكافأة السنة، دي العلاوة اللي مش عارف إيه، ودي الحوافز، دي المكافآت، صح كده؟ على نتيجة عام كامل. فجالك واحد عام كامل مش يوم. بيقول لك أنا مش شغال معاك بس نفسي في مكافأة. أيوه. هتقول له أنا مالي بيك يعني ما أعرفكش. المكافأة لمن عمل. ولله المثل الأعلى. صحيح. واحد شغال طول السنة عبد لله سبحانه وتعالى، طول السنة جبينه ده في التراب. أيوه. بيقول له سبحان ربي الأعلى، طول السنة عمال بيصوم، طول السنة بيذكر ربنا لا يفتر عن ذكره، طول السنة قلبه مليان محبة لله، يقين، توكل، لو وقع بيتوب على طول وبيرجع لربنا سبحانه وتعالى. فلما يجي في شهر رمضان يجتهد، ربنا بيقول له هي دي الليلة، اجتهد، بيوفقه. أصلا ممكن خد بالك من حاجة، أنا ممكن أكون غافل عن ربنا طول السنة واجي في شهر رمضان اقول خلاص يعني انا زي الفل في شهر رمضان، وفي نيتي ان بعد رمضان انا مستمر. لا انا ضايع، انا مش هكمل. أيوة. لو نيته اني استمر ان شاء الله ربنا يوفقه ليله القدر، حتى وان كانت البدايه في ليله القدر نفسها، حتى لو كانت البدايه في ليله القدر. صحيح. وان كانت نيته ان هو يتسيب بعد رمضان فممكن يقوم ال9 ليالي وليله القدر الى قدر ينام فيها. لا اله الا الله. فلازم الانسان يصدق، ما هي كده، ان تصدق الله يصدق. سبحان الله. اصدق مع ربنا سبحانه وتعالى. وانا مش بنيأس حد من رحمه ربنا، بقول ده زي ما حضرتك تفضلت، ده ممكن تكون بدايته في ليله القدر. يعني ممكن تكون الليله دي يا استاذ محمد ليله القدر. وفي ناس سامعيننا دلوقتي يقولوا يا هي ليله القدر عظيمه للدرجه دي، طب يا رب انا تبت اليك يا رب ورجعت لك من الليله دي. قادر ربنا يقبله ويخليه يفوز بليله القدر اللي والله العظيم والله ما حد يعرف قدرها. ربنا لم يظهر قدر، يعني الناس اللي بتقول للناس في بعض الأماكن يقول لك وليلة القدر ب83 سنة و6 شهور ومش عارف ايه، والله الكلام ده غير صحيح. ده ليلة القدر أعظم من كده مليارات المليارات، لأنه لا يعلم قدرها إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. سبحان الله تعالى. برضو حضرتك يعني نقلتني نقطة جميلة قوي. أن ليلة القدر هي مكافأة صاحب العمل ولله المثل الأعلى. هستأذن حضرتك قبل ما نتكلم عن المكافأة العظيمة وما هي قدر هذه المكافأة بعد ما ناخد الاتصال. السلام عليكم أستاذ سعاد.
وعليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن اكلم شيخ محمود بس؟ اتفضلي مع حضرتك الشيخ. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. بالله عليك يا شيخ محمود ادعي لي النهارده ان ربنا يهدي قلبي ويطهر قلبي من كل حاجه وحشه. حاضر على عيني والله، وانت ادعي لنا والله، والمسلمين جميعا يدعوا لنا، واحنا والله بندعو لكل المسلمين. احنا لسه مخلصين التراويح والله العظيم اقسم بالله بندعو لكل المسلمين بكل خير يا رب، ولسه ان شاء الله راجعين للتهجد ان شاء الله ندعو لكم بكل خير، وارجوكم الله يبارك فيكم. بقول لكل اخواني واخواتي المسلمين جميعا الله يبارك فيكم. يعني انا اسف في اللفظ، ابوس ايديكم اجتهدوا للهدي يا رب، وابوس ايديكم 1000 مره ادعوا لاخوانكم في سوريا، ربنا يفرج همهم يا رب العالمين. بالله عليك يا شيخ، انا اسمي سعاد محمد. هدعي لك حاضر. بالله عليك يا شيخ ربنا يهدي قلبي بس بارك الله فيك. شكرا على عيني حضرتك. شيخنا هيدعي لحضرتك ولكل الأمة الإسلامية إن شاء الله. وشيخنا المكافأة نعم زي ما بيقولوا على قدر العمل نعم تكون المكافأة بالضبط كده. فسبحانه وتعالى قال إن في هذا العام أيام ونفحات فتعرضوا لها زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال تعرض لأي يوم خصوصا يوم ليلة القدر مكافأته عظيمة بقدر إيه حتى يعمل العاملون. ده انا يعني لسه بقول لحضرتك يا استاذ محمد، يعني اسئله حضرتك طبعا جميله ما شاء الله، ومش عايز اقول لك انت فعلا وحشني يعني. لا والله انت اكتر يا شيخنا، ربنا يبارك لك، ده بتشرف دايما بيك والله. الله يبارك فيك حبيب قلبي، ربنا يعزك. يعني فعلا والله العظيم، يعني عارف حضرتك لما يجي ولله المثل الاعلى، لما يجي اب بيقول لابنه يعني انجح السنه دي، ومش هقول لك بقى مكافأتك عامله ازاي، والاب ده كان انسان ثري جدا، فالابن عمال متخيل هيجيب لي عربيه ايه، مرسيدس ولا بي ام ولا هيجيب لي شقه على النيل. اب غني معاه فلوس وبيقول له بس انجح ومش هقول لك على المكافاه. شوف بقى مدى احساس هذا الشاب واجتهاده في انه يشتغل وينجح ويذاكر لمجرد ان انسان بني ادم بسيط وضعيف جدا بيقول له هعمل كده. امال لما فاطر السماوات والارض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بيقول اشتغل في الليله، مش في الليله دي بس، في كل الليالي، بس الليله دي بالذات لو وفقت ليها انا بقول لك هو ليه ربنا قال هي خير من 1000 شهر؟ عارف ليه يا استاذ محمد؟ هو ليه ربنا ما قالش هي خير من مليار شهر؟ ليش معنى 1000؟ اشمعنى 1000؟ لأن ربنا بيخاطب العرب في وقت نزول القرآن باللغة اللي يفهموها. العرب في الوقت ده اسم محمد ما كانوش يعرفوا يعني رقم بعد ال1000. لما اقرأ بقى في السير والتراجم وارجع للتاريخ آخر رقم ده نهاية يعطيهم الله على قدر ما يستطيعوا، يعني أقصى رقم. ولذلك لما يكون مثلا حضرتك عايش في عهد النبي عليه السلام لما يكون معاك مليون كنت بتقول ايه؟ أنا معايا 1000. صحيح. طب معاك 2 مليون، معايا 2000. فكان آخر رقم يعرفوه في اللغة الحسابية هو 1000. فربنا لما حب يخاطبهم ما قال لهمش يعني أكثر من كده، إنما قال لهم خير من 1000 شهر. وبرضه ليه ذكر 1000 شهر؟ لأنه ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من خلال الوحي أن في فارس من بني إسرائيل خرج يجاهد في سبيل الله 1000 شهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام تقاصر عمر أمتي، فقال له يا ربي يعني أعمار أمتي قصيرة أعمالهم قليلة، فنزلت الآية ليلة القدر خير من 1000 شهر، تكافئ فيها يا رسول الله ويكافئ فيها كل واحد من أمتك سواء ذكر أو أنثى لو قام ليلة القدر بأن هو ياخد أجر أكثر من 1000 شهر من اللي أمها هذا الفارس في سبيل الله. وفي هذا العصر هناك أكثر من 1000 شهر، والله يضاعف لمن يشاء. يا شيخنا ربنا فضل ربنا يا رب يجزينا خيرا إن شاء الله ويرزقنا هذه الليلة. معنا أم أسماء من أسبانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. الشهر في القدر إن شاء الله. بارك الله فيك. فائزين فيها. اللهم آمين. ممكن أكلم شيخ مسعود؟ معاك الشيخ يا أستاذة. تفضلي يا أم أسماء. السلام عليكم شيخ مسعود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعود لو سمحت أنا عندي سؤال. تفضلي. بالنسبة لي في القدر في هذه الأيام أنا كنت يعني بقوم كل هذا العشر الأواخر. امبارح واليوم جارتي إجت عندي وبتقول لي سوي لي حلويات في النهار بس. فالجيني حدد كذب ما بقراش قرآن النهار كله، بالليل بس بقرا. هي بتقول ان هي ام اسماء خليكي معايا معلش وصححي اذا كان، لان الشيخ بيتاكد من السؤال. انت كان عندك انت اقمت هذه ال10 ايام وجالك ظرف في اخر هذه في اليومين الاخاره. نعم. صحيح؟
صحيح. هي بتقول ان هي اقامت يومين متاخره جارتي عندي اللي تسوي على حلويات العيد. صحيح. فانا قلبي منقبض لاني خايفه ان ربنا ما يمسك. ابشري ان شاء الله يا ام اسماء، ويعني ربنا يتقبل منك يا رب ومن المسلمين جميعا، وبارك الله فيك. عجبني قوي العذر يعني اعتقد ان هي عندها ظرف طارئ، هي لم توضح. هستاذن حضرتك ناخد الاتصال كمان قبل ما نشوف ام يوسف جدا والله. ربنا يبارك لها. ام يوسف من الاسكندريه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك يا ام يوسف، كل عام وحضرتك طيب. اتفضلي يا فندم. طيب معاكي. نكلم الشيخ الله يسلمك. معاكي، اتفضلي الشيخ معاكي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسال حضرتك بس، هو في علامات لليله القدر؟ تمام ان شاء الله هنذكرها لسه. تمام ان شاء الله هنذكر ليله القدر وكيف يفوز الانسان بليله القدر ويوفق ليها ان شاء الله. لكن نجاوب على السؤال الاولاني مهم جدا. السؤال الاولاني ده عارف انا قبل ما نجاوب يا شيخنا، انا عاجبني حاجه حرص ام اسماء، الحرص جميل قوي يعني، عارف بيخليني برضو معلش هضيف معاها هل يا ترى يعني ليله القدر بيكون الاقامه بالقراءه والتلاوه والاعمال ام بالقلوب؟ يا سلام، ام بالقلوب. شوف اللمحه اللي انت لمحتها يا استاذ محمد، هي نفس اللمحه كنت لسه اقولها لك. الحرص ده هو ده ليله القدر. صحيح. ايه رايك؟ مش النبي قال انما الاعمال بالنيات؟ صحيح. الله، يعني ايه؟ يعني النبي عليه السلام لما خرج اخت الفاضله في غزوه تبوك، في ناس ما عرفوش يروحوا معاه مش عشان هم كسلوا، ما كانش معاهم لا دابه ولا راحله ولا فلوس ولا اي حاجه، وراحوا للنبي عليه السلام فقال لهم لا اجد ما احملكم عليه. فما قالوش بركه يا جماعه، مشوا وتولوا وعيونهم ايه؟ تفيض من الدمع. يقوم النبي وهو في تبوك، خدوا بالك وركزوا، وهو في تبوك يقول ايه؟ ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. فعايز أقول لحضرتك أنت مثلا صليتي قيام الليل من ليلة 21 لليلة مثلا 26، جيتي ابتداء من ليلة 27 حصل لك عذر، إما العذر الشهري وإما إن حصل لك مرض أو غير ذلك. ما دام كانت النية أخت الفاضلة إن أنت تقيم الليل أو تقوم الليل في ليلة 27 لحد نهاية الشهر، إن شاء الله واخدة الأجر حتى لو ما صليتيش ولا ركعة. لكن نصيحتي بقى أستاذ محمد لكل اللي يجي لها العذر في مثل هذه الأيام، ممكن تعمل حاجة بسيطة قوي قوي. ممكن في البيت عندي حضرتك، في البيت في بيتك اتوضي. هو الوضوء مش هيشيل العذر دوت، لكن مجرد بس من باب تعظيم شعائر الله. اتوضي واجلسي في مصلاك في المكان اللي انت بتصلي فيه، اقعدي اذكري ربنا وقولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا هتقري قرآن ولا يعني ولا هتصلي. وإن كان برضو أنا عندي برضو رأي تاني، وأنا أدين الله سبحانه وتعالى إن رأيي ده صحيح، إن يجوز حتى للأخت اللي عندها عذر أنها تقرأ القرآن أيضا بحائل. صحيح. فيبقى إذا كده المسألة وسعت كده. يبقى إحنا ممكن نعمل إيه؟ بجوانتي حضرتك تلبسيه كده، ربنا يعزك ويبارك في عمرك وكل أخواتنا المسلمات، بجوانتي وأنت قاعدة في المصلى في البيت عندك إن شاء الله، واقعدي اقري قرآن، اذكري ربنا، سبحي، قول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، استريحي شويه، كلي شويه، قومي تاني اقري قرآن، كملي لحد ان شاء الله لحد الفجر، ربنا يتقبل ان شاء الله وتحسب ليكي ليله القدر كانك قمتيها كامله. اللهم امين، وربنا يتقبل منك يا ام اسماء ومن كل المسلمين ان شاء الله. ويمكن لمحه جميله يا شيخنا ان احنا الحرص بالقلب هو الاصل في قيام ليله القدر. فليس الاعمال فقط هي التي تدل، فكم من كثير يعملون ولا يؤجرون ما دام لا توجد هناك نية. شوف اللمحة اللي انت قلتها، الله يبارك في عمرك يا رب ويحفظك وينور بصيرتك اكتر واكتر. شوف الاستاذ محمد بيقول ايه، يعني كلام غالي والله العظيم، اقسم بالله كلام غالي. فعلا ممكن انسان بيكون دلوقتي في المسجد في الجماعه وبيصلي وارادها رياء عياذا بالله لا تكتب له، وانسانه فاضله زي حضرتك حريصه عليها ومش قادره تصليها وتكتب لها. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب قوي، حديث رواه الترمذي باسناد صحيح، بيقول انما الدنيا لاربعه نفر. فبيقول هؤلاء اول اثنين جمال قوي، بيقول رجل رزقه الله مالا وعلما، عالم وعنده فلوس، فهو يعرف لله في حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. الرجل الثاني حكايته يا أستاذ محمد بيقول ايه؟ النبي عليه بيقول ايه؟ ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير، راجل مفلس بس عنده علم، فهو خد بالك بقى، فهو صادق النية، ده لفظ الحديث، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. لا ده في نية حلوة كمان جميلة، نفس المشاهدين يستحضروها. اللي بيصلي قيام الليل في ليلة القدر ان شاء الله ربنا يغنمه ليلة القدر. طب اللي عمل مسجد والناس بتيجي فيه تصلي عشان تفوز بليلة القدر، لو كل دول فازوا بليلة القدر في ميزان حسناتهم. انووا بقى
انه ان كل واحد ينوي كده، لو ربنا رزقني اعمل مسجد ضخم جدا والناس تيجي تصلي فيه ويرزقوا ان شاء الله بليله القدر، يبقى في ميزان حسناتي. يبقى كده وسعنا النيه، مش ان انا بس اللي افوز، لا وافوز اللي حواليا. جميل ان انا افوز اللي حواليا. ده هيخلينا نتنقل لنقطه مهمه جدا. ليله القدر خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخص بها المسلمين، ولا هي لا لبشر آخرين لكل وأمم أخر إلى آخره؟ فأنا عايز أعرف فعلا في ناس تانيين كان عندهم ليلة القدر، ولا احنا بس هذا العام وهذه الأمة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اللي حصلوا على هذه المكافأة وهذه الجائزة؟ سؤال جميل بيفتح مواضيع حلوة ما شاء الله. إن هل ليلة القدر دي بتاعت أمة النبي محمد بس عليه الصلاة والسلام، ولا كانت موجودة في الأمم السابقة وكل أمة بقى بتحتفل بليلة القدر؟ تخيل إن الحافظ ابن حجر في فتح الباري سئل نفس السؤال، فقال هذه الليلة كانت خاصة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأمة النبي بس. زي ما قلت لحضرتك، لأن لما ذكر للنبي عليه السلام الفارس اللي طلع 1000 شهر يقاتل، فالنبي تقاصر أعمار أمته وقال يا رب أعمار أمتي قصيرة وأعمالهم قليل، فرزقنا إحنا لينا إحنا مخصوص بليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. حاجة حلوة كمان عايز أقولها، إن ممكن كمان نوسع مداركنا أكتر. بالله عليكم يا ريت يكون في حد بيسجل الحلقة ديت وينشرها لأخواننا، ويا ريت حد يكون بيكتب النقاط الجميلة والأسئلة الجميلة اللي بيثيرها أخويا وحبيبي الأستاذ محمد. أسئلة حلوة قوي. أنت عارفين حضراتكم ممكن نعمل حاجة كمان أجمل من كل ده، إن أنا قاعد ليلادي وخليكم أذكياء في الحتة ديت، بقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا رب غنمني ليلة القدر. تيجي نوسع النية شوية وناخد الأجر أكتر. ما تيجي نقول لليلاد يا أستاذ محمد يا رب يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا رب غنم كل المسلمين في أقطار الأرض ليلة القدر. هيقول الملك يقول إيه؟ آمين ولك بمثله. سبحان الله. فأفوز في الوقت دوت ب5-6 مليار ليلة قدر وأنا قاعد. عارف يا شيخنا ده بيذكرني بسورة الفاتحة. الله. ما بيقول احنا كلنا بنقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا وليس اهدني. سبحانه وتعالى يعلمنا كيف يكون الدعاء وإياك نعبد، كيف يكون الدعاء لكل المسلمين وليس لي كفرد. استاذنك نستكمل هذه النقطة بعد ما ناخد معانا الأستاذ محمد من الإسماعيلية. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. اتفضل أستاذ محمد معك الشيخ، اتفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام حبيب قلبي، أهلا وسهلا. حضرتك احنا عندنا في المسجد كل سنة بنصلي صلاة التسابيح ليلة 27. هل في مشكلة ولا حاجة؟ هي ما فيش تخصيص ان هي تصلى في ليلة 27. يعني ايه؟ يعني تخصيص ليلة 27 اخشى ان يكون نوع من الابتداع. انما هي صلاة التسابيح تصلى في اي وقت في السنة، ومش لازم تخصيص ليلة 27. يعني ممكن مثلا لو حتى تصلوها في رمضان، ممكن سنة تصلوها في اول يوم، ممكن تصلوها يوم 15 مرة ليلة 27 حتى نخرج من الابتداع. بس صحيح. عشان اشكرك يا استاذ محمد من الاسماعيلية، وارجع تاني لاهدنا الصراط المستقيم. الدعاء للأمة أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في أغلب الأدعية كان الخطاب للمؤمنين، كان الدعاء دائما يكون من المسلم لكل الأمة على اعتبار والأمة كأنهم بنيان مرصوص. يجب أن نتعامل في ليلة القدر بهذا الأساس حتى ينصر الله أمة الإسلام وإخواننا في سوريا وكل يا رب يا رب. فعلا يعني المؤمن بيتعامل مع الأمور الشرعية والعبادات والتعاملات كلها على ان احنا فعلا كالجسد الواحد. احنا في الصلاة بنتعودها وبنتعلمها، بس في ناس مش واخده بالها ان انا بقول اياك نعبد، مع ان اياك اعبد. انا ممكن اكون بصلي لوحدي صحيح، بس بقول له اياك نعبد يا ربي، مش انا لوحدي، ده كلنا بنعبدك. لما بقول له اهديني، بقول له لا اهدنا كلنا يا رب. النبي عليه السلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النبي عليه السلام بيقول احب الاعمال سرور تدخله على مسلم. أحاديث كتيرة جدا جدا لما تقعد تشوف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلها بتصب في حتة إن أنتوا كلكم واحد. ما ينفعش الأنا دي مش موجودة. صح. وبعدين مش الأنا وبس كمان يا أستاذ محمد، ده مش مسألة إن أنا يعني ان انا اذوب في وسط الامه المسلمه الجميله، لا، ده كمان ده انا بحب الخير للدنيا كلها. والدليل ان اول سوره في اول ايه في كتاب الله الحمد لله رب العالمين مش المسلمين. اخر سوره قل اعوذ برب الناس. ربنا وصف النبي محمد وقال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. سبحانه سيدنا ابن عباس بيقول رسول الله رحمه للانس والجن والمؤمن والكافر والبر والفاجر. فمن امن به رحم في الدنيا ورحم في الاخره، ومن كفر به رحم في الدنيا واجل عذابه الى يوم القيامه. قال جل وعلا
وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إيه الجمال ده كله؟ لا إله إلا الله. فربنا بيعلمنا والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حبوا الخير لبعض. والله العظيم أنا لو حبيت لك الخير أقسم بالله رزق ما هينقص. صحيح. والله لو دعيت لك يا أستاذ محمد إن أنت تفوز بليلة القدر والله أنا مش هتنقص ليلة القدر. وتأخذ أجران وأجور ويضاعف الله. ولو دعينا إحنا الاثنين دلوقتي صحيح. كل المسلمين إن هم يفوزوا بليلة القدر والله أنا مش هينقص من عندي. صحيح. استاذنك ناخد اتصال. السلام عليكم أستاذة فاطمة من القاهرة. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبه وجزاك الله خيرا. اتفضلي يا استاذه فاطمه. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب. بعد اذن حضرتك يا شيخ انا بس كنت ليا طلب وعايز اسال سؤال. اتفضلي. طلب ان حضرتك بس تدعي لي ربنا يفرج عني وعنك الحج والعمره وان الاقي شغل عند حد بيتقي الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ممكن اسال سؤال بعيدا عن ليله القدر؟ اتفضلي. دلوقتي يا شيخ انا عايزه اطلع عمره. نعم. والدي متوفي واخواتي مش عايزين يطلعوا. الله يرحمه. وانا قرات فتاوى ان ينفع ان انا اطلع بدون محرم. بس انا قرات حديث صريح بيقول ان ما ينفعش ان انا اطلع. نعم. انا خايفه ان انا اطلع وفي الاخر تطلع الفتاوى دي غلط. ربنا يبارك فيك يا رب. اولا مش عارفه اعمل ايه. ثانيا هل احنا هنتحاسب لو احنا خدنا في امور الاختلاف برأي عن الرأي الاخر؟ طيب استاذه فاطمه عمر حضرتك قد ايه؟ 32 ومش متزوجه ومش عايزه اتزوج. ربنا يحفظك. يكرمك الله ان شاء الله ويرزقك كل خير. شكرا استاذ فاطمه. في ليله القدر دي ربنا يرزقك بزوج ابن حلال. يعني ربنا يرزقها خير يا رب ان شاء الله. هي بس بتقفل الباب من ان شاء الله ربنا يفتح عليها جميع الابواب يا رب الخير ان شاء الله. كده في ليله القدر دي ربنا يرزقها بالزوج الصالح حتى وان كان سبب منعها دوت فربنا يرزقها بالزوج الصالح اللهم امين. وكل نساء المسلمين الغير متزوجات يا رب. هو انا بقول لاختي الفاضله في عندنا قاعده بتقول لا اجتهاد مع وجود النص. فعندنا النص الذي يحرم سفر المرأة بلا محرم. طيب لو سافرت المرأة بلا محرم هل تقبل عمرتها ولا ما تقبلش؟ إن شاء الله تقبل العمرة وتكون آثمة. في فرق بين ان العمرة تقبل وتكون آثمة بأنها خرجت بغير محرم. طيب يعني يمكن أنا مش فاهمها جدا. يعني يقبل العمرة وتؤجر عليها وتأثم ولكن تاخد الإثم بتاع خروجها بلا محرم. طيب برضو القاعدة اللي بتقول دفع الضرر أولى من جلب المنفعة. المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح. يعني عايز أقول بس هي المشكلة في إيه؟ المشكلة إن ما دام في نص يحرم خروج المرأة وسفرها بلا محرم فالأصل خروجها يعني عدم سفرها يعني إلا معها محرم. لابد أن يكون معها محرم. احنا مش هننسى ندعي لها يا شيخنا إن شاء الله. وبعدين هي ربنا يرزقها محرم وزوج صالح. ربنا يا رب يرزقها محرم. ده أنا عايز الحاجة كمان عايز أقول هي الواحدة لو نوت إن هي تسافر الحج أو العمرة اسم محمد ولم يكن معها محرم فهي غير مستطيعة وبنيتها تؤجر كأنها اعتمرت وحجت. سبحان الله. تفضل. ربنا يتقبل اللهم آمين. عايز أرجع لنفس النقطة اللي كنا بنتكلم فيها وهي الأمم السابقة. وهل ليلة القدر للمسلمين ولأمة سيدنا محمد فقط أم لباقي الأمم؟ معلش كريم بيقول لنا معنا أم أحمد بعد إذنك ناخد. السلام عليكم يا أم أحمد. السلام عليكم يا أم أحمد. كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبة وأهل الجيزة بخير يا رب إن شاء الله. ربنا يخليك. اتفضلي معاك الشيخ محمود. ممكن بس سؤالين للشيخ محمود؟ اتفضلي. أول حاجة أنا عايزاه يدعي لي بالثبات أنا وأسرتي على الصلاة ويكرمنا وينولنا ليلة القدر. اللهم آمين اللهم آمين. ويثبتني على النقاب لأن أنا لابساه ويعني مهزوزة شوية. لا ما تتهزيش إن شاء الله ربنا يكرمك وتثبتك إن شاء الله. دعاء من حضرتك بقى. وعايزة بالنسبة لليلة القدر هو في علامات ليها طبعا. أي واحد ممكن يشوفها ويحسها. طيب تمام. ولو كده يعني ازاي نقيم ليله القدر يعني ومن امتى لامتى؟ ايه الوقت المناسب ليها والدعاء والحاجات دي كلها؟ شكرا جدا يا ام احمد على سؤالك وجزاك الله خيرا. سريعا نقول للامم الاخيره عشان نقول بقى علامات ليله القدر. حاضر. احنا قلنا ان ليله القدر خاصه بامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم تكن في الامم السابقه. اما السؤال الجميل هي سالته قالت هي ليله القدر نصلي فيها يعني امتى نصلي؟ التوقيت. لان في ناس بتعتقد ان هي اول ما بعد المغرب والدنيا تظلم وبعد العشاء خصوصا بعد القيام نبدا نقيم ليله القدر. فبدايه امتى؟ يعني هي ما فيش انسان طبعا عنده مقدره انه يفضل واقف كده من العشاء لحد الفجر. صحيح. فالامر يسير قوي.
يعني انا عامل النهارده عندي في المسجد عامل اعتكاف النهارده في ليله القدر، عامله بقى بشكل مبسط جدا. احنا صلينا التراويح، استاذنتهم فقط اي كده التقي بكم الساعه ديت، ونسال الله ان يكون يعني في ميزان حسنات حضرتك، ويا رب ان يكون مجلس علم نؤجر وكل الساده المشاهدين عليه. لهم بقى على الخير عشان نرجع برضه تاني. اللهم امين. بيعملوا في المسجد عندي بيعملوا حاجه بسيطه جدا. صلينا التراويح، بعد ما صلينا التراويح قاعدين، اللي مثلا قاعد بيقرا قران بس كل واحد في سره، لان كل واحد بيناجي ربه سبحانه وتعالى. صحيح. هنقرا قران شويه اختي الفاضله، هنقعد نذكر ربنا سبحانه وتعالى شويه، نستغفر شويه، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني شويه، هنقوم نصلي تاني شويه، هنستريح شويه خالص. ممكن تخش تنامي لك ساعتين مثلا تريح شويه، وان كان الحمد لله ليل الصيف مش طويل، فاحنا محتاجين نستثمره. يعني احنا دلوقتي الساعه دلوقتي مثلا بتوقيت مصر 10:30 بقى العشاء المغرب للاسف يعني فاضل 5 ساعات على الفجر. فممكن مثلا ننام حتى ساعه ونقوم بقى نصلي شويه، وزي ما قلنا ننوع، نصلي شويه، نقرا قران شويه، نذكر ربنا شويه، نستغفر شويه، يعني ممكن يبقى في درس صغير كده برضه لتذكير الناس بالله سبحانه وتعالى، وهكذا يتقسم الليل بالمنظر ده على فكره بيخليني اقول ارجع لنفس النقطه اللي كانت اتكلمت فيها ام اسماء، اللي هي عن حبسها العذر زي ما احنا قلنا. ان مش بس الصلاه ومش بس قراءة القرآن، يمكن قيام الليل بهم أو قيام ليلة القدر. هناك أشكال كثيرة من العبادات، منها مثلا التسبيح، طبعا ومنها تذكر ربنا سبحانه وتعالى، منها فعل الخير، الله، السعي في الخير، الله، الفعل الخير والسعي فيه، منها فعل الخيرات في هذه الأيام. فهل فعل الخيرات من أعمال ليلة القدر؟ الله أكبر. ربنا يفتح عليك ويبارك فيك وينور بصيرتك، ربنا يبارك في حياتك ويكرمك يا أستاذ محمد. جزاك الله خيرا. حاجة جميلة قوي قوي، ذكرتني بأثر عجيب قوي لواحد من سادات التابعين اسمه محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر بيقول أثر عجيب جدا، أنا عن نفسي بيأشعرني. بيقول: بت ليلة أغمز أطراف أمي. أمه ست مريضة والدم ما بيوصلش أطراف إيديها ورجليها، فلقاها بتتألم ومحتاج ان الدم يوصل، فقعد يدلك لها في ايديها ورجليها. حضراتكم متخيلين؟ رحمة بأمه، واحد عمال يدلك في ايدين امه ورجليها طول الليل، في الوقت اللي ممكن تلاقي شاب النهارده بيضرب امه او بيشتمها او بيسبها. ربنا يعفو عنه. فده قعد طول الليل محمد يدلك لها ايديها ورجليها. اخوه كان واقف جنبه في الغرفه اللي جنبه، صلاه وقيام وبكاء وخشوع. بيقول: والله ما أرضى ليلته بليلتي. سبحان الله. لو قالوا لي تصلي ليلة زيه كده طول الليل بكاء وخشوع وخضوع وصلاة وسجود، والله العظيم مرضاها عن اللي أنا عملته مع أمي. لا لا لا. في ناس بتقضي ليلة القدر يصلي له 2-3 وسهران طول الليل بيخدم أمه وأبوه. في واحد بيصلي 2-3 ودكتور في غرفة العمليات بيزيل آلام عن الناس الموجوعة والمجروحة. صحيح. في ناس بيصلوا 2-3 وطول الليل في سوريا عمالين بيجاهدوا ويدافعوا عن الغلابة اللي مرميين في المساكن وخايفين من الحصار بتاع بشار الأسد. صحيح. وفي واحد هيصلي 2-3 وطول الليل عمال بيوزع أكل وشرب على الفقراء اللي مش لاقيين لقمة ياكلوها. صحيح. يا سلام على ليلة القدر بتاعتهم، صدقوني أجمل من ليلة القدر بتاعتنا. طيب أنا عايز أكملها بشيء جميل حضرتك وشيوخنا علمته لنا، وهو إخلاص النية وتصحيح النية. الله. فهل من كل من يعملون في هذه الليلة عملا خلاف القيام والصلاة بأن يصححوا نيتهم، وأن تكون بنية أيا كان عملهم بنية إقامة ليلة القدر بما فيها شيخنا يعني أعزك الله وأنا أن ما نقوم به الآن هو بنية إقامة ليلة القدر. احنا دلوقتي من ضمن الاشياء اللي احنا بنعمل بها ليله القدر دلوقتي، والمخرج بيقول لي كلنا كمان عشان بس طبعا كل الموجودين والمصورين وكل حبايبنا يعني احنا بندل الناس على خير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. بس استاذنكم، الله يبارك فيكم ويحفظكم، ما تقضوش الليله كلها قدام التلفزيون. لان في ناس ممكن تفهم ليله القدر غلط. احنا هنكلمكم دلوقتي، احنا فاضلين نص ساعه ونخلص ان شاء الله. ان شاء الله. ارجوكم الله يبارك فيكم، ما بقولكمش ما تشوفوش اللي بعد لا يتابعوا، ولكن حد يفهم غلط. ينوعوا يعني قيام وصلاه ومجلس علم. السنه اللي فاتت واحد قال لي حاجه حلوه قوي. قال لي: انا قضيت ليله القدر كلها بسمع دروس المشايخ. لا اله الا الله. قلت له: ليه تقضي الليله كلها من العشاء لحد الفجر بتسمع دروس دين؟ قال لي: ده دين. قلت له: ايوه انت سمعت بس ما طبقتش. أيوة. فلازم تصلي. لازم اقول لك حاجه، وانت بتتفرجوا عليا دلوقتي وتتفرجوا على الاستاذ محمد،
اذكروا ربنا، لا اله الا الله، خلوا لسانكم يشتغل عشان ما تبقاش ليله ضاعت. صح. ولو انتم مثلا قمتوا صليتوا شويه وعايزين تريحوا شويه، بتتفرجوا على حد من مشايخنا بيقول كلمتين طيبين وانتوا قاعدين كده سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، هتتلخبطوا، ثبتوا ذكر معين واشتغلوا عليه. مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مثلا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو، وانتوا بتتفرجوا ما تضيعوش الليله، خلوا لسانكم رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم امين اللهم امين امين. برضو يعني موضوع رمضان عموما سبحانه وتعالى مليء بالخيرات. من اول يوم بدأ واحنا كلنا كنا باشتياق فعلا بننتظر هذه الايام، بس سبحان الله بمجرد ما بدأ انتهى. مش عارف يعني انا عندي احساس كده دايما بقول الايام الجميله تمر سريعا، بس رمضان السنه دي مر اسرع من اي سنه. هل ده معناه ان هو اجمل من اي سنه ولا ايه يا شيخنا التفسير ده؟ الحقيقه فعلا هو كان اجمل من كل سنه. لان عارف حضرتك احنا كنا في السنوات اللي فاتت ايام النظام السابق كنا بنعبد ربنا في رمضان وبنصلي في رمضان واحنا متوقعين واحنا خارجين من المسجد نلاقي بوكس مستنينا. والله العظيم اقسم بالله صحيح. انا لا انسى جريمه التدين ابدا ان احنا كنا في التسعينات كنا نصلي التهجد في مسجد احد المشايخ. كنا نطلع عشان يوفروا علينا الوقت. كانوا نلاقي البوكس مد ظهره للمسجد واطلع من الباب على طول. ايوه صحيح. فالظابط بيقول لنا ايه، انا عارف هتطلعوا ومش هتلاقوا مواصلات. فاحنا هنوصلكم. ايوه صحيح. بس مش البيت. تكملوا تهجد عندنا. فتخيلوا بقى نعمة الأمن ديت، يعني ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فربنا قدم نعمة الأمن على نعمة الرزق. فأجمل رمضان ده لأن احنا حسينا بالأمن بقى. حسينا ان احنا بنصلي براحتنا، بنقيم شعائر ربنا براحتنا، ودي نعمة محتاجة شكر. صحيح. محتاجة نشكر ربنا. اللهم امين. طب شيخنا يعني معانا شكل من أشكال عمل الخير وهي تجهيز الوجبات للمعتكفين في المساجد. يمكن معانا فريق الإعداد أعد هذا التقرير. عايز أروح مع حضرتك ومع السادة المشاهدين نشوف إزاي أحبائنا في المساجد بيحضروا وجبات للمعتكفين، ونسأل الله أن يأجرهم عن هذا العمل. نشوف التقرير. إنك أنت أمنياتي لأنك ليلة القدر. في العشر الأواخر من رمضان يعتكف العشرات من الرجال والشباب في المساجد تيمنا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم واجتهادا في إدراك ليلة القدر. وتتجهز المساجد لاستقبال المعتكفين والعمل على راحتهم وتوفير وجبات الإفطار والسحور لهم. فمن المساجد التي يتوافر بها مطبخا لإعداد الوجبات مثل مسجد الاستقامة بالجيزة، وأخرى تعتمد على مطاعم تحضر لهم الوجبات جاهزة مثل مسجد الحصري بأكتوبر. وفي كل مكان له رجاله الذين يقومون على خدمة ضيوف الرحمن في مشهد من نفحات الشهر الكريم، فالجميع تسود بينهم مودة ورحمة، فهم مجتمعون على طاعة ربهم يلتمسون رحمته ويطمعون في جنته. لأنك أنت أمنياتي لأنك ليلة. جزاهم الله خيرا، ونسأل الله أن يكون في ميزان حسناتهم، ويا رب نقدر نوصل لأجر العاملين على هذه الوجبات اللي جروا رئنا فعلا لما شفناها، وكمان أجر المعتكفين والقائمين في مساجد الله سبحانه وتعالى. شيخنا هرجع لحضرتك تاني ونقول ليلة القدر مش أي حد بيوصل لها أو بيفوز بيها. أكتر من سؤال جالنا لغاية دلوقتي، ما هي علامات ليلة القدر؟ والسؤال كان بسيط يمكن من أحد المتصلات تقريبا أم أحمد بتقول هو أي حد يقدر يعرف العلامات على اعتبار أنها عظيمة فمعتقدة أن لا يعلمها إلا عظيم سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى بيبسط لنا المواضيع. احنا بشر، هو أحن علينا من الأمة على ابنها سبحانه وتعالى. يعني اسم محمد هي علامات ليلة القدر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحتاج، يعني مش يحتاج، استغفر الله، يريد ان عباده يجتهدوا في عبادته رغم ان هو غني عنا. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لكن والله يريد ان يتوب عليكم سبحان الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فربنا سبحانه وتعالى جعل علامات فعلا ليلة القدر.
بس الميزة عشان نجتهد ونعبد ربنا، ما كان ممكن ربنا يحددها وخلاص هي ليلة 27 أو ليلة 25 وخلاص ونخلص. صحيح. لا، هو الموضوع اختلف لسبب. أولا هو فيه سببين يعني. السبب الأولاني إن النبي كان عارف ليلة القدر وكان عارفها بليلتها، يعني سيدنا جبريل جاله وقال له يا رسول الله ليلة القدر ليلة كذا، وخرج النبي وهو فرحان جدا عشان يبشر الأمة، وكم بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالخير الكثير. فالنبي خارج يقول لهم فلقى 2 صحابة بيتخانقوا مع بعض، والحديث رواه البخاري. فالنبي عليه السلام رفعت منه ليلة القدر، سبحان الله، مع ان حفظها سهل. يعني لو سيدنا جبريل قال له ليلة 27 وهي دي حاجة تتنسي حتى لو الأمة كلها بتتخانق. صحيح. لكن هي نزع البركة بسبب ان ايه ان الناس بتتشاحن. ولذلك كان من الأمور الكثيرة جدا اللي بتحرم الإنسان من المغفرة التشاحن. إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، ما يتغفر لهمش. وأول ليلة في رمضان. وتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين يوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. الشاهد ان النبي عليه السلام لما لقى 2 بيتشاحنوا رفعت منه علم ليلة القدر، فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فرأيت فلانا وفلانا يتلاحيان أو يتشاحنان، تمام، فرفعت منه فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها. الغرض هنا ان احنا نجتهد. لو كانت ليلة القدر بتتعرف بعد العشاء بعلامة معينة في السماء كنا خلاص اجتهدنا بديت وسبنا بقية الليالي. لكن الميزة ان ليلة القدر لا تعرف إلا في الصبح. تعرف الصبح ازاي؟ هو في علامات معينة تعرف بالليل بس ما هيش مؤكدة قوي. فمن ضمن علامات ليلة القدر أنها ليلة صبيحتها الشمس تخرج حمراء ضعيفة بلا شعاع. لا إله إلا الله. يعني تلاقي السماء صافية جميلة جدا والشمس حمراء ومفيش لسوعة مفيش حر. أيوه. واخد بالك؟ جو جميل. طبعا. ولذلك ورد فيها الحديث الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب أن الشمس تطلع في تلك الليلة صبيحة تلك الليلة لا شعاع عليها. والسبب؟ السبب ان دي علامة دي علامة من علامات ليلة القدر. الحاجة الثانية ان هي ليلة لا هي حارة ولا باردة. في الليلة نفسها. انت عارف في ليالي بتبقى مكتومة في الصيف. ايوه صح. مفيش نسمة هواء الا ليلة القدر. تلاقي ليلة ايه فيها نسمة جميلة قوي كده. لا حر ولا برد ايا كان في الصيف او في الشتاء. سبحان الله رمضان بيمر على كل الفصول. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطيالسي باسناد الحسن انها ليله لا حاره ولا بارده. لا اله الا الله. دي من العلامات الثانيه. العلامه الثالثه انها ليله مطر وريح. يعني ايه مطر وريح؟ يعني هينزل بقى كده صواعق وبرق ورعد لا خالص من بره. ليله الريح فيها ماشيه كده عامله نسمه هواء اللي بيسموها نسمة هواء. امال ايه ليلة برد ومطر وريح؟ قال لك يصبح الصبحية تلاقي الارض مندية مش ممطرة. وممكن تمطر مطر خفيف بس بتبقى مندية. تصبح الصبح كده لان النبي عليه الصلاة والسلام رأى نفسه وكأنه يسجد في ماء وطين. فالليلة ايه تصبح الصبح كده يا محمد لو بصيت للارض تلاقي الاسفلت مندي والتراب مندي. دي من علامات ليلة القدر. والحاجة الاخيرة انها ليلة لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء. يعني لو انا ربنا مقدر لي ان انا امرض مرض معين وقدره لي في ليلة القدر، لان في ليلة القدر كما سنعلم بتكتب فيها مقادير الخلائق من سنة للسنة. فلان سيمرض، فلان سيشفى، فلان سيغتنم، فلان سيفتقر، فلان سينجح، فلان سيتزوج. في ليلة القدر فيها يفرق وكل أمر حكيم يتكتب فيها مقادير الخلائق. فلو ربنا قدر ان انا امرض بمرض معين ما ينفعش امراضه في ليلة القدر، امراضه في ليلة تانية. ليه؟ لانها ليلة ليس فيها داء وليس فيها شيطان يجوي الناس. ولذلك قال جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر. دي من علامات ليلة القدر. طبيعي ان اي انسان يقدر يعرف هذه العلامات خصوصا ان احنا بالمتابعة، ولكن زي ما حضرتك قلت دائما الاجر يكون في النهاية. فيعني ما حدش يدور عليها في اثناء الليل، نبحث في بعد الاجتهاد. طبعا في علامات ثانيه يا محمد عفوا مشهوره قوي بين الناس. النباح اني ما اسمعش كلب بيهوهو كده ولا قطه بتنور. ليه صديق قال لي الكلام ده فعلا يا شيخنا، قال لي ليله 25 اللي هي اول امبارح كان شاف اكتر من كذا كلب معديين قدامه في الشارع ما حدش فيهم بيتكلم. قلت له دول كانوا مفردين من الحر، دول كانوا كلاب سايلنت. لا ده انا موقف حصل جميل. كنا زمان خالص كنا فاكرين العلامه دي صحيحه، كان الكلام ده كنا لسه بقى في بدايتنا زمان. ففي ليله من الليالي
كانت ليله 27. ايوه. وانا بقى واقف اصلي طول الليل بقى كده لوحدي ومبسوط جدا جدا ومش عارف ايه، يعني صليت اروح في المسجد بقول تاخد خليه بقى لوحدي كده. فانا بصلي بقى ومنسجم جدا لحد قبل الفجر بساعه، فالحمد لله. واحنا كان عندنا الشارع ما شاء الله كانت كلاب عائلات عندنا، فما فيش ولا كلب نبح. جه قبل الفجر بساعه وسمعت نباح الكلب نهيت قلت اليوم. طبعا الحديث ما فيهاش حديث طبعا اصلا. يعني نؤكد انه نباح الكلب لا ما وكل دوت ليس من علامات ليلة القدر كما هو معروف ما بين العوام. نعم. يعني ليلة القدر كل واحد فينا زي ما قلنا بيدور عليها بجد. أيوة. وحريص عليها فعلا، خصوصا اللي بالبلدي كده عنده حاجة لربنا، عنده أمنية لربنا. كل واحد فينا مزنوق يبحث، الإنسان دايما يبحث عن الله سبحانه وتعالى. لما بتزنق الله يتزنق زي ما كان ما جاء بالكتاب العزيز، لما يكون الإنسان في البحر فيدعو الله يا رب نجينا، يا رب انقذنا، فلما نعدي هذه الأزمة يرجع كما كان أو إلا من رحم ربي. فليلة القدر أنا بعتبرها طوق النجاة اللي كلنا بندور عليه علشان ربنا ينجينا، خاصة في هذه الأيام اللي تكالبت فيها الهموم والديون والفرقة والشقاق إلى آخره. فأمنية أولا الشيخ محمود المصري في ليلة القدر إيه؟ أمنيتي في ليلة القدر والله إن الأمة الإسلامية كلها تستقر أحوالها، وإن ربنا ينجي إخواننا في سوريا. لأن الواحد والله بصدق يا أستاذ محمد الواحد قلبه بيبكي الدماء على اللي بيحصل لإخواننا في سوريا. أمنيتي إن ربنا يألف بين قلوب الشعب المصري، نحن كلنا نحب بعض يا رب. كفاية فرقة، كفاية يعني الحمد لله ربنا رزقنا برجل محترم، الحمد لله رب العالمين. ما شفناش زيه، على الأقل ما شفناش زيه خالص قبل كده. فالرجل بيقول أنا ماليش حقوق، عليا واجبات، وهجتهد قدر استطاعتي إن أنا أكون رئيس لكل المصريين. وإن أنا أخدم البلد، نديله فرصة. فأمنية حياتي إن مصر تستقر وسوريا تستقر وتنجو من بطش هذا الظالم، وكل الدول الإسلامية تستقر، اليمن وتونس وليبيا وكل الدول يا رب العالمين، وإن كل المسلمين يبقوا في وئام وفي سلام. دي أمنيتي والله يا رب. طيب أستاذن حضرتك نشوف بعض المسلمين ومجموعة من الأشخاص كانت أمنياتهم إيه في ليلة القدر، نشوفهم أمنياتهم إيه. إنك أنت أمنياتي لأنك ليلة احنا فضلنا ليلة القدر ايه اللي تتمنى من ربنا ان شاء الله؟ بتمنى ان ربنا يصلح حال المسلمين ويصلح حالنا، وربنا يكرم أمة محمد والبلد تمشي على خير. نتمنى ان شاء الله الأمة الإسلامية تبقى بخير وبسلام، ومفيش أي حاجة للبلد غير كل خير. ونتمنى الناس تساعد الرئيس الجديد في أداء مهامه على أساس كل الناس بإذن الله تبقى في صحة جيدة وبسلام، ويعيشوا بأمان ويعيشوا في استقرار. أتمنى ربنا يهديني، وأتمنى ربنا يوفقني في نتيجتي إن شاء الله. أتمنى رمضان الجاي يكون فيه حسنات أكتر من رمضان ده بإذن الله. أنا بتمنى إن ربنا يوفقنا والبلد حلها يستقر شوية، وأهم حاجة الأمن والأمان طبعا، وربنا يوفق الرئيس وإن شاء الله خير إن شاء الله. إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعتق رقابنا من النار، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني السيدة عائشة بتقول بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه الواحد لو ليلة القدر دي يقول إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إن إحنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا وينجي كل إخواتنا المسلمين في كل مكان. بتمنى من الشعوب العربية يكون كله خير، واتمنى سوريا كلها بخير، والشعوب العربية والأمة العربية والإسلام كلهم بخير. أمنية الناس كلها تبقى كويسة وما فيش حد يعمل حاجة غلط، ونعيش بقى كويسين، والفقير يدي غني والغني يدي الفقير بقى وكل سنة وانت طيب. لأنك أنت أمنياتي لأنك ليلة. رجعنا تاني، ويمكن في آخر التقرير حاجة جميلة قوي، يمكن المشاهد أو اللي عمل لي الإصرار مع التقرير بيقول الفقير يدي الغني. أنا شخصيا موافق على اللي هو قاله، الفقير فعلا الغني محتاجه. أهم حاجة يديها له الدعاء. ده حاجة غالية جدا الدعاء ده. شوف تعرف يعني حضرتك، أنا من أكتر الحاجات اللي فعلا اقشعر ليها بدني لما عرفت أن الدعاء نعمة لا ينالها إلا
من رضي الله عنها. الدعاء ده حاجة غالية. أي حد فينا بيحاول يدعي تلاقيه مش عارف يدعي إلا لما ربنا يوفقه للدعاء. فعشان كده ليلة القدر الموضوع مش موضوع ان احنا نجتهد وبس، ده لازم نفوز بيها لانها فضل، مش اي حد يفوز، فرصة عمرنا والله. فكيف نفوز بليلة القدر وندعو ويشمعنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو؟ ليه مش ادعية تانية؟ يعني هل الدعاء ده خصوصا ليه؟ طبعا ده جميل خصوصية. حلو. كيف نفوز وما هو سبب الدعاء؟ كيف نفوز في نقاط سريعة جدا. اول حاجة الاستعانة بالله. صدقوني ما فيش حاجة نعرف نعملها في حياتنا مش بجدعنتنا. ايوه. مش انما اوتيته على علم عندي. أيوة. مش بالحمد لله انا عبدت ربنا واقدر واعمل واصلي واقوم وصحتي، لا 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 خالص. ممكن يكون انسان مقعد ومش قادر يقوم يقف ويصلي ويكون اجره عند ربنا افضل مني 1000 مرة. ممكن يكون انسان زي ما قلنا بيعمل خير في الليلة ديت وياخد اجري اكتر مني 1000 مليون مرة. أول حاجة الاستعانة بالله سبحان الله. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رقم 2 إن احنا نعرف فضائل ليلة القدر عشان نبقى عارفين قدرها ويبقى عندنا همة ليها. الحاجة الثالثة إن أنا أخد بالأسباب بقى، أخد بالأسباب وأتحرى ليلة القدر وكل الليالي. ما أقولش بقى هنقي، لا خد ال10 على طول على بعضهم كده علشان لعل وعسى. مش يمكن يكون التوقيت أصلا أو التقييم الأيام غلط. يعني ليلة 27 ممكن تكون ليلة 26 أخطأوا في الفلكية أو الرؤية أو غيره. قوم ال10 كلهم عشان توفق. صحيح. الحاجة الأخيرة المهمة قوي حسن الظن بالله. أنا يا رب قمت قيام لا يليق بجلالك، لكن عندي حسن ظن بيك إنك هتقبلني على اللي أنا عليه ده. وربنا فعلا إن شاء الله بحسن ظننا هيقبلنا على اللي احنا فيه ده، على ضعفنا وعلى ضعف همتنا وعلى قلة عبادتنا وعلى لكن ربنا إن شاء الله يقبلنا. ده بالنسبة للفوز. الدعاء اللهم إنك عفو. ليه ما قالش اللهم إنك غفور تحب المغفرة؟ لأن المغفرة هي الستر، هي الستر إن ربنا يستر ذنبك. لكن لما تيجي يوم القيامة الذنب ده ربنا هيعاتبك عليه وهيحاسبك عليه، بس خد بالك مش هيعاقبك عليه. لأن هيبقى مكتوب في الصحيفة فلان الفلاني أذنب الذنب الفلاني، بس جنبها مكتوب إيه؟ وتاب منه أو تاب منه وتاب من هذا الذنب. فربنا هيعاتبك، بس العتاب ده صعب قوي ان ربنا يعاتبني على كل ذنوبي. انما العفو بقى، العفو ان انت لما تقول اللهم انك عفو فلو عفى عنك يؤمر الملائكه تمسح اصل الذنب من الصحيفه. فلما تيجي يوم القيامه لا ربنا يعاتبك ولا يحاسبك ولا يعاقبك. وادينا مثال صغير قوي قلته قبل كده، ان لو واحد مدير شركه عنده موظف خسر الشركه 5 مليون جنيه، فلما جه تاني يوم قالوا له قابل المدير، فداخل على المدير، فالمدير قال له خد بالك انت خسرت الشركه 5 مليون جنيه، بس انت تاريخك النظيف والجميل ما بيننا يخليه يشفع لك عندي بان انا اسامحك. فادي الملف اللي يثبت ان انت خسرت الشركه 5 مليون، هشيله عندي في الدرج عشان افكرك بيه، لكن انا مسامحك دلوقتي. دي اسمها مغفره. لان ايه؟ الملف موجود. طب لو قال له انا مسامحك وتاريخك جميل ويشفع عليك، وادي الملف خده بنفسك احرقه او قطعه، ده اسمه ايه؟ عفو. عفيت عنك، عمر ما هفكرك بالذنب ده ابدا. عشان كده النبي اختار لنا اجمل دعاء. اللي اجمل من ده كله بقى، مش انا بقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني؟ عارفين الاجمل؟ ان انا لو مخاصم حد او حد مخاصمني اعفو عنه فاضمن ان ربنا يعفو عني. لان النبي قال كده ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. في دعاء في هذا المقام، اللهم اني عفوت فيما بيني وبين خلقك فاللهم فاعفو فيما بيني وبينك، او كما ذكر في الدعاء. نعم يعني هو طبعا او الاذكار الاخرى. بس انا حابب يعني ارجع بقى لايه، للشحناء. حضرتك قلت ان الناس اللي بتخاصموا وتخانقوا ده من اهم الاسباب لمنعهم من الخروج من هذه الليله. فعايز اعرف من حضرتك عموما اسباب عدم قبول ليله القدر. احنا خايفين على الناس وحريصين عليهم قوي يا استاذ محمد والله. احنا عمالين بنقول الخير ده كله الخير ده كله، وليله القدر اقسم لكم بالله لو واحد قال لكم بكره ان ليله القدر بمليار سنه يبقى بيكذب عليكم. صحيح. هي اكتر من مليار سنه، لان ربنا هو اللي قال ليله القدر خير، محدش يعرف. عايز اقول حاجه صغيره خالص، هنحرم نفسنا من الخير ده؟ لو حرمنا نفسنا من الخير ده ممكن نتحرم بحاجات بسيطه جدا، هي بسيطه في عيننا لكن كبيره جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في ناس النهارده يا استاذ محمد مخاصمين ابائهم وامهاتهم. لا اله الا الله. في واحد النهارده يعني انا في واحد والله العظيم بيذكر لي بيقول لابنه بعد ولاده الاثنين عفوا شباب، بعد ما جاب لهم شقق وجوزهم وعمل لهم كل حاجه، راجل زوجته ماتت راح قعد عندهم، طردوه في اول رمضان، قالوا بره في الشارع. تخيل حضرتك ده هيقوم ليله القدر ينبغي ايه؟
ولا ما تلزموش ولا يبحث عنه ولا يبحث عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة. أول واحد العق الوالدين. اللي بيكون عق الوالديه وأبوس إيديكم بوسوا إيدين أمكم وأبوكم والله العظيم رضوهم اكرموهم عشان ربنا يكرمكم. والله العظيم وأقسم لكم بالله أنا لو أم عايشة دلوقتي أبوس رجليها قبل إيديها. شوف ليلة القدر هتقومها وهتصليها وتعبد ربنا وتقرأ قرآن وتعمل كل حاجة ولو كنت عقل أمك وأبوك ممسوحة. صحيح. مفيش ليلة القدر. صحيح. ده رقم واحد. رقم 2 ودي مهمة جدا التشاحن. أيوة. أنا مخاصم واحد أيوة بس أنا مخاصمه بس ما ينفعش أصالحه لأن ما هواش من مقامي. أصل هو مش فاكر أنا مين ومش عارف أنا مين سيبك من الكلام ده كله دعوها فإنها منتنة. ربنا يكرمك. النبي بيقول ايه وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. واحد يا أستاذ محمد اتخاصم مع سيدنا علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين فقال له تعالى فصالحه فإن النبي قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام وأنت خير مني. يبقى إذا من موانع المغفرة في هذه الليلة عقوق الوالدين ومن موانع المغفرة والفوز بهذه الليلة الشحناء. انظروا هذين حتى يصطلحا مش هيتغفر لهم إلا لما يتصالحوا هما الاثنين. قول لي طب أنا مش طايله برسالة تليفون. برسالة تليفون. طب ما عندوش تليفون أو مش عارف أوصل لتليفون وأنا مخاصمه اعمل إيه؟ إنه إنك تصالحه. صحيح. إنه إنك تصالحه يوم ما تقابله. صحيح. هيتحسب لك إن شاء الله. طب هو هيكسفني هيعملني خلي واحد وسيط ما بينكم برسالة بأي حاجة المهم صالحه. ما تسيبش نفسك. وآخر حاجة صغيرة خالص الانشغال بالمعاصي والذنوب. تخيل يا أستاذ محمد في ليلة القدر ديت في ناس دلوقتي سهرانة في الخيمة الرمضانية بيتفرجوا على رقص وأغاني طول الليل بيحيوا ليلة القدر في خيمة رمضانية. فربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. ليلة القدر الله يبارك فيكم لسانكم لا يفتر عن ذكر الله. حبوا الخير لبعض بوسوا ايد امك وابوك ورضوهم ولو بالتليفون ولو برسالة. حبوا بعض وتصفحوا وتصلحوا قبل ما تخش تصلي التهجد ابوس ايديك ابعت رسالة للي انت مخاصمه وقول له سامحني لوجه الله يا رب. طبعا لقائي بالشيخ محمود المصري يعني المفروض ان انا ما اخرجش منه. أنا بحب هذا اللقاء. أسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات كل سادة المشاهدين وفي ميزان شيخنا وكل العاملين في هذه الفقرة. كل اللي أنا حابب أقوله قبل ما نختم وهنختم إن شاء الله بدعاء من شيخنا بعد إذنه حتى يوفقنا الله إن شاء الله إلى الإجابة اللهم أمين. أقول لكل سادة المشاهدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. فاللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رب نجتهد في هذه الليلة ونعلم أن ما نفعل ما هو إلا قليل. فأبشر كل سادة المشاهدين اعملوا فالله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالنا والله سبحانه وتعالى أحن علينا من الأم على ولدها. نختم بدعاء من فضيلة الشيخ محمود المصري. الله يبارك فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم غنمنا ليلة القدر اللهم غنمنا ليلة القدر اللهم غنمنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا رضاك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادها بسوء فأشغله في نفسه. اللهم يا ربنا يا فاطر السماوات والأرض أغث إخواننا في سوريا. اللهم أغث إخواننا في سوريا. اللهم إنهم جوع فاطمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم إنهم مرضى فداوهم. اللهم إنهم جرحى فداوهم. اللهم داوي جرحاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم. اللهم اربط على قلوب ذويهم. اللهم انصرهم على هذا المجرم الأثيم. اللهم انصرهم على هذا المجرم الأثيم. اجعلها ليلة الفرج على أهل سوريا
سوريا، اجعلها ليلة الفرج على أهل سوريا، اجعلها ليلة الفرج على أهل سوريا، احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن بشار وأعوانه لا يعجزونك. فأرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم آية من آياتك، واحقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم اجمعني وإياكم وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى مع النبي محمد، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أطلي